لاحظوا ان الظاهره هذه كثرات بزاف ديال الشجار ديال المضاربه هنا وهنا وهنا على والو. غير واحد الشخص قال واحد الكلمه قاصدها ولا ما قاصدهاش، الشخص الاخر صافي اول حل كيجي على باله هو يتضارب معاه، اول حل كيجي على باله هو يرد عليه الهضره. هنا خصنا نفرقوا ما بين جوج الانواع ديال الاشخاص. كاين النوع الاول اللي مؤقت، النوع الاول اللي المعامله ديالي معاه مؤقته، عنده واحد مده صلاحيه قريبه جدا. بحال مثلا مول الطاكسي، ركبت مع مول الطاكسي مثلا قال واحد الكلمه ولا دار واحد التصرف اللي ما عجبنيش، ما غنجاوبوش، غنوصل فين باغي ننزل غننزل وغنمشي، لان هذاك صافي مده الصلاحيه ديالو مشات، ما بقيتش غادي نشوفو مره اخرى. مثلا واحد السرباي ديال واحد القهوه ما كنجلسش فيها انا دائما، كاينه في واحد المدينه مثلا غير سافرت ليها ولا غير جابتها الظروف وجلست فيها ودار واحد التصرف ماشي هو داك، ما غنجاوبوش. هاد النوع هادو الا جاوبتيهم راك خاسر في جميع الحالات. اما النوع الاخر ديال الناس اللي عايشين معاك، الناس اللي عندك معاهم سنوات جايه، الناس اللي خصك فعلا تصلح العلاقه ديالك معاهم. مثلا بحال الناس اللي عايشين معاك في نفس البيت، الناس الجيران مثلا ديالك، العائله ديالك مثلا، هادو الا قالوا شي كلمه وانت ما رديتيش عليهم، وانت مثلا خليتيهم صافي يقولوا اللي بغاو، غادي يبقاو كل مره كيزيدوا في داك الدساره كما كنقولوا. تما خصك تصلح الامور، خصك تحاول ما امكن انك يعني توقفوا عند حده كما كنقولوا، ولكن بدون شجار، ماشي المضاربه فقط. واحد الكلمه اللي جريئه اللي تجيه يعني كما كنقولوا فاس. اما كاينين شي اشخاص اللي كنلاحظهم انا اللي ما يمكنش انه يسمع شي كلمه وما يردش عليها، كيرد على اي واحد يكون غادي غير في الشارع، يسمع غير واحد قال شي كلمه لواحد اخر ما قالش ليه هو وخصو يرد عليه. كاينين شي اشخاص اللي بقى لهم غير حاشاك من الكلب ينبح عليه ويرد عليه، فقط هادشي اللي بقى ليه.